بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وسلام يا رب. النهارده بلفة جلاش واحدة هنعمل العظمة دي كلها. ودي يا جماعة لفة جلاش، وده الصينية. اول حاجة هنسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. هندهن الصينية اللي هتدخل الفرن بالسمنة اهي يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هنجيب ورقتين هنعملها القاعدة بتاع الصينية دي، اول راق، وبعد كده هحط راق تاني. وده يا جماعة بقول لكم علشان تبقى القاعة بتاع الصينية، وهتشوفوا ليه دلوقتي. فانا حطيت راق وراق، وبعد كده هبدأ اشتغل في الحلويات بتاع النهاردة كده. معانا هي لفة جلاش واحدة بس. هنبدأ نعمل ايه؟ هنجيب ورقة ورقة ونعملها زي المروحة كده يا جماعة، اللي كنا بنعملها أيام المدارس. فاكرين أيام الطفولة؟ أيام ما كنا بنجيب الورق كده ونلعبه ونعمله مروحة كده، كنا بنقعد نكشكش فيها كده زي ما انتوا شايفين كده. هعمل أنا كل الصينية بالطريقة دي، وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه تاني. لو عندك بنوتك بقى ولا حاجة خليها تساعدك، يعني هي سهلة جدا، وأي حد من الأولاد يقدر يساعدك فيها. وهيفرحوا جدا بيها. اهو يا جماعة شايفين دي تاني واحدة. هملى الصينية بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها دي بمقدار الجلاش كله، وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه. كده انا مليت الصينية كلها بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها دي. وبعد كده عندي هنا ربع كوباية زبدة سايحة، هبدأ اوزعها على كل الجلاش علشان بعد كده يورق يا جماعة معايا، ويبقى مقرمش وجميل. وبين كل ورقة وورقة برضو هفتح كده بايديا، وهدهن كده بالفرشة كلها علشان الزبدة كلها توزع في الجلاش كله، علشان ده بيساعد على ان الجلاش يطلع معايا هش كده ومقرمش وجميل، وياخد لون ذهبي حلو. هخلص انا كل كده الزبدة كلها، وبعد كده هحطه في الفرن على درجة حرارة 180 لحد القعر بس يا جماعة يحمر. وبعد كده هعمل الخطوة اللي بعد كده. هنا عندنا الخليط ده اللي هنسقي بيه الجلاش بس أثناء وهو في الفرن. عندنا كوباية لبن، وعندنا معلقة ونص كبيرة كاستر، وعندي رشة فانيليا، وعندي معلقة صغيرة بيكنج باودر. هنقلب كل الخليط ده يا جماعة. وطبعا عندي هنا اللبن بارد علشان ما الكاستر ما يتكتلش معايا. وهو بارد كده يا جماعة انا هوزعه على الجلاش بس. وبعد كده هحط معلقة سمنة على الخليط ده كله، معلقة زبدة سايحة او سمنة المتاح عندك حطيه. هحط انا معلقة هنا اهو على الخليط ده، وبعد كده هبدأ اقلب كل الخليط ده. وبعد كده هطلع الصينية من الفرن زي ما انتوا شايفين كده، احمرت من تحت بس من الحروف. هبدأ اسقيها بالخليط اللي انتوا شايفينه ده. اوزع الخليط كله على الصينية يا جماعة، وبعد كده هدخلها تاخد وش في الفرن. اهو يا جماعة كده دخلت الفرن، خدت الوش الجميل الذهبي اللي انتوا شايفينه ده. هجيب هنا الشربات بتاع الجلاش اللي هو العادي جدا، طبعا بارد يا جماعة والصينية سخنة. هسقيها بالشربات اهو زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هبدأ اقطعها معاكم وهوريكم الخليط اللي انا حطيته، كأنك بتاكليها كأنك حشياها كريمة. طعمها والريحة تحفة تحفة جدا. اهو يا جماعة بقول لكم ان هي مقرمشة، وبنفس الوقت ان هي طرية من جوه، يعني مقرمشة من الوش وطرية من جوه بسبب الخليط اللي انا سقيته ووريته لكم. هبدأ اقطعها معاكم يا جماعة علشان اقدمها لكم وجربوها ان شاء الله هتعجبكم. زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انتوا بتقطعوها الحجم اللي انتوا حابينه. وهبدأ هنا اقدمها معاكم كده. قطعتها كلها، وبعد كده هبدأ اقدمها
اهو يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده، شايفين بقى الخليط، شايفين اللون، شايفين الجمال والحلاوة يا جماعة، وطرية جدا جدا، وطعمها جوسي وحلوة. والوش طبعا مقرمش، وهي مقرمشة من الحروف، بس من جوه تحسي كأنها محشية كريمة بتدوب دوبان كده في البق. ودي يا جماعة حلويات جديدة جربوها وغير مكلفة، وكل حاجاتها في البيت. ويا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم. عايزة منكم لايك وشير واشتراك في القناة، والسلام.